بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وستر من الله. في تصريح قاله سيادة الرئيس في الاحتفال بعيد الشرطة، أنا يهمني جدا إن أنا أناقشه وتناوله وأقول رأيي فيه كمواطن، وده مهم لأنه للأسف المفروض إنه حلقة الوصل ما بين المواطن وقيادة الدولة هي مؤسساته الإعلامية والنواب لكن إحنا بنظن إنه، أو مش عارف، لكن المفترض إن الرئيس بيعرف رأي الشارع فيما يقول، فيما يفعل، فيما يصنع، أكيد يعني. لكن مصدر معلومات الرئيس إيه؟ بحسب ظننا إحنا المتواضع إنه الإعلام والتقارير وكذا، ونظرا لأن إحنا يعني الإعلام إحنا زعلانين منه شوية أو مش مبسوطين منه حبتين، فأنا شخصيا مهتم إني أقول صوتي، وخصوصا بعد ما علمت إن سيادة الرئيس بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا لان انا من المهتمين جدا انه يكون في صوت وصوت اخر، ربما يكون هناك الكثير من المؤيدين لسيادة الرئيس، اهلا وسهلا لا خلاف، لكن في ناس ليها وجهة نظر وبترفض ساعات امور، لكن ما بيبقاش عندها القدرة انها توصل صوتها. انا كمواطن النهاردة عندي قناة او مساحة ان انا اقول صوتي وابقى حريص انه يوصل لسيادة الرئيس، ردا مني كمواطن، او هكذا افكر كمواطن عن نفسي، ما بمثلش حد. يهمني جدا سواء انا صح او غلط انه الرئيس يسمع الرأي ده. هو غلط او صح قد يبدو لحضرتك صح ويبدو للرئيس غلط، ويمكن العكس. مهم عندي جدا انه الرئيس ما يقولش كلماته اللي بيقولها لنا وتعدي كده بتناول اعلامي فقط. كنت اوافق على ده لو التناول الاعلامي يرضيني كمواطن، يقول اللي انا كمواطن عايز اقوله. لكن لما انا اسمع من رئيس بلدي كلام ولاقي ان مفيش التناول اللي يرضيني كمواطن، اصبح من حقي ان اتحدث مع رئيسي. انا رأيي كده في ده. سيادة الرئيس قال تصريح نصه كالآتي: أنا نفسي نوقف الديون، بس إزاي؟ هل مستعدين نستغنى عن سياراتنا يوم ويوم لأ؟ أو نقطع الكهرباء؟ ده التصريح اللي أنا عايز أتكلم فيه. سيادة الرئيس حطني في منطقة إنه أنا عايش بالدين يعني بالديون. واللي فهمته من كلام الرئيس انه لما قال يعني احنا لما كنا بنقطع الكهرباء وكذا، والمشكلة مش في المحطات وكذا، المشكلة في الغاز، والغاز بفلوس، وانا ببيع بأقل ما بكذا. الحوار اللي دار من سيادة الرئيس اللي هو مفاده انه الدولة المصرية بتجيب بترول بأرقام وتبيعه أقل من القيمة، اللي هو الدعم، ان الدولة بتدعم يعني ما تبقى من دعم. طيب، إذن إحنا لو ما استلفناش مش هنعيش. ما هو لما رئيس الدولة يقول لك كده ده معناه إن في نزيف. طيب لما يقول سيادته أنا نفسي أوقف الدين أو الديون، بس إزاي؟ خلي بال حضرتك هنا، أنا بقول لسيادة الرئيس أنا حسيت من الجملة ده يا رئيس إن حضرتك بتفكر لوحدك. حضرتك نفسك توقف الديون وبتسألنا احنا كمواطنين بتتكلم معاهم، بس ازاي؟ هنا قضيتي الاولى قبل ما ادخل في صلب الموضوع، ان سيادة الرئيس متبني جميع امور الدولة المصرية بشكل شخصي وبفكره الشخصي، وده كلام لا يعيب الرئيس لكن يضعف من مؤسساتي، من رجال الحكاية في كل حاجة، المفكرين وأصحاب الفكر وأصحاب الخبرة وكذا. فإذا الرئيس قال لي إن هو كرئيس مصر نفسه يوقف الديون، بس إزاي؟ هو اللي يجاوب على سيادة الرئيس بس إزاي؟ أنا كمواطن ولا أهل الحكاية؟
اهل الحكايه. طيب اهل الحكايه فين؟ علمونا في المدرسه ان اهل الحكايه هم الحكومه والخبراء بقى مش كده؟ اذا الرئيس بيقول لي ان هو سيادته عايز يوقف الديون نفسه، بس ازاي؟ طب سيادة الرئيس انا اقدر اساعد حضرتك ازاي كمواطن؟ إذا كانت الحكومة اللي سيادتك مستعين بيها أو مشكلها غير قادرة على تحقيق اللي في نفس حضرتك إنك توقف الديون. وهنا في واحد هيجادلني قدام ويقول لي إيه يا أستاذ هيثم؟ مش الرئيس السيسي اللي بيستلف؟ هقول لك يا حبيب أستاذ هيثم، هو اللي بيستلف لكن خلي بالك هو لو لقى بديل تاني قدامه بالتأكيد ما كانش استلف، ولا هنختلف في دي ونضيع وقت. إذا الرئيس لم يجد طريق للتوقف عن الديون اللي هو ايه؟ نفسه. اذا ده هدف. هدف يا عم هيثم، امال ايه؟ طيب اللي بينفذوا الهدف دول مين؟ الحكومه. الحكومه غير قادره انها توقف سداد الديون. ده ازاي يا عم هيثم غير قادره؟ ما هو حكومه بتستلف، معنى كده انها غير قادره على تغطيه احتياجاتها واحتياجات مواطنيها الى اخره، وبالتالي بتستدين. هو احنا بنروح نستلف الا لما نبقى مزنوقين او ما معناش؟ طيب هل السؤال هنا، هل الحكومه اللي توسعت في هذا الاقراض بهذا الشكل امانه الله يا ريس، انت شايف ان الحكومه دي هتحلها؟ يعني اللي يوصل رئيس الجمهوريه انه يقول نفسي رئيس جمهوريه نفسه، ده الدنيا كلها تتغير. إلا إنه الحكومة اللي مشكلها الرئيس غير قادرة على تحقيق اللي في نفس الرئيس وفي نفسي كمواطن. الحكومة قاعدة ليه؟ ما هو سيادة الرئيس، إذا كنت حضرتك عايز تحقق اللي في نفسك اللي هو اللي في نفسي، هتحقق ناس يا ريس تحقق ليك وليا اللي في نفسنا كلنا. لكن حضرتك بتقول لي الناس دي مش قادرة تحقق لي، بس أنا متمسك بيهم، فأنا زعلان منك ومش مبسوط من الكلام. لأنه يا فندم إذا كان يعني رغبة حضرتك دي خطة دولة إنك تتوقف كدولة عن الاستدانة، دي رغبة دولة وحكومة نجاملهم ومواطن. إذا كانت الحكومة لا تحقق هذا الهدف الكبير العظيم المطلوب، الحكومة قاعدة ليه؟ ده اكيد يا فندم الحكومه دي بتعمل حاجه جباره تخلينا نستحمل ده، عشان ما انا مش شايف بصراحه. طيب هل طلب الرئيس السيسي مشروع في انه نفسه يتوقف على الاستدانه؟ طب ده سؤال يتسأل، ده بالعقل. واحد بيستلف تقول له انت نفسك ما تستلفش؟ ايه السؤال؟ لكن يا فندم انا والله حريص جدا في كلامي. الرئيس قال لك انا مش قادر، مش عارف ازاي، وكأن الإجابة عندي. سيادة الرئيس أشركني. هو الرئيس دايما بيحاول إن هو يشركك في القضية. تعالى بقى بقول لك إيه، افهم الحكاية فيها كده وكده. طب يا ريس وأنا مالي؟ وهنا وانا مالي كمواطن ده مش معناه ان انا مش وطني وبتخلى عن وطني ومفيش حد يعني يوصف الوطنية على هواه. لا، انا الحمد لله بحب بلدي وكل حاجة، لكن بسأل حضرتك كمواطن لم اشارك في صناعة قرار، ولم اشارك في استدانة، ولم اقبل الاستدانة، وما زلت وسأظل. انا مالي؟ طيب حكومة جت وغلطت ووصلت الأمور لكده، والغلاء والدولار والعملة والحكايات القديمة اللي كلنا عارفينها. سيادة الرئيس قبل ما حضرتك تصارحني بالمشكلة وتدهاني، طيب ايه الحل يا فندم اللي سيادتك تعمله عشان نقدر نتجاوز النقطة دي؟ ان احنا عايزين حكومة قادرة على التوقف عن الاستدانة وتدبير موارد من الدولة المصرية الكبيرة العظيمة دي، ببحرها بنهرها بسماها بأرضها بمعابدها بأثارها بسياحتها بصناعتها بشعبها، تقدر انها تتوقف على الاستدانة وتغطي وتحقق للمواطن احلامه وتعلي له دخله وتبقى عملته قوية. ايه الصعوبة يا فندم طالما ان سيادتك بتقول لنا انت مش عارف، حضرتك مش عارف ازاي توقف الديون، ان حضرتك تعمل كده؟
ما هو كان لازم حضرتك برضو اسمح لي تقول لي ايه اللي واقف في طريق حضرتك انك اصل ازاي يا فندم ده مصر مليانه ناس كتير، تقول لي ازاي؟ انا لو غلطان يا جماعه سامحوني. يعني انا لو انا جيت طلبت مثلا، ده انا في واحد النهارده دكتور باعت لي موضوع ايه العقول ما شاء الله عظيمه. طيب هي العقول العظيمه دي مش فوق مع سياده الرئيس؟ امال ايه؟ ده عارفينهم بالاسم. امال ايه؟ عارفين مين يقدر يعمل. طيب ليه ما بيتمش الاستعانه بالناس اللي تقدر تحقق اهداف الرئيس، اللي هي اهداف الدوله واهداف المواطن؟ هنا انا يا سياده الرئيس انا مش فاهم. اذا كنا متمسكين بحكومه وبنلاقي الدولار بينزل معانا والحركه بتلف نقول هنا ايه، المناخ صعب والدنيا لكن الحكومه بتحقق نجاحات ملحوظه ومتشافه. لكن يا فندم احنا في وضع لا اعتقد ان كانت تعيش فيه حكومه سنه واحده، مفيش سبب. وكم الانجازات الضخمه اللي اتمتها حكومه الدكتور المدبولي الاولى والثانيه ليست مبررا على الاطلاق لبقائها بعد وصول الوضع الاقتصادي في مصر الى هذا النحو. النهارده حكومه الدكتور مدبولي بتستعين برجال، وده كان طلبنا واحنا اللي قلنا استعينوا برجال الاقتصاد والمال والصناعه، جابوهم لجان، شكرا الدكتور مصطفى مدبولي، لكن جابوهم لجان استشاريه. احنا عندنا مشكله يا سياده الرئيس ان احنا ماسكين مصر، وانا اسف الناس لازم تنطلق وتشتغل. واستشاريه يا فندم، يعني استشاريه يا ريس، وقالوا وفي الاخر ايه اللي بيتنفذ؟ ايه القرار اللي بيتنفذ؟ هل احنا جبناهم عشان يقولوا ونعمل؟ طيب ما اديناهمش ليه سلطه ان هم ياخدوا قرارات؟ ورقه عمل يعتمدها رئيس الوزراء. اذا رجال الاقتصاد او رجال الصناعه اقروا مجموعه احتياجات للصناعه المصريه، ليه ما يوافقش عليها رئيس الوزراء؟ يبقى يوافق عليها والوزارات تتعاون مع بعض، ويبقى في خطه ان الوزارات تتكاتف وتنفذ اللي طلبه رجال الصناعه. ما فيهاش مشكله. ما بنديهمش السلطه ليه؟ عشان ما حدش في مصر يا ريس له سلطه. ما حدش يا ريس في مصر له سلطه غير حضرتك، مع عظيم احترامي وتقديري للحكومه ورئيس الحكومه وكل العاملين في الدوله. السلطه الاولى في يد الرئيس. ازاي يا سياده الرئيس طيب هنقدر نمشي كده؟ يعني ده انا اتفهمه انه حرص من الرئيس، الفساد، لا انا لازم ايوه، لا إيه، تعالى انت بتعمل ايه؟ بس يا ريس السماح مش السماح. مفيش تجربه انتقاليه هتعدي بلا اخطاء ومشاكل. احنا نقبل قليلا من الفساد ونحاكم الفاسدين احسن ما نقبل ان احنا نوقف كل المراكب السايره عشان ناخد بالنا من السرقه والفاسدين وكذا والناس تتعب. مش مطلوب من حضرتك كرئيس للجمهورية ان حضرتك اللي تحل لي مشاكل الاقتصادية ولا الصناعية ولا الاجتماعية ابدا يا فندم. ده كلام تحميل زائد على رئيس الجمهورية. لا يا فندم، رئيس الجمهورية مش وزير صحة، لكن ده رأس الدولة، رأس السلطة، الحكم بين السلطات، بيمثلك في الخارج. سياسة الدولة اتجاه الدولة دي هتبقى بتاعت ايه؟ شكلها ايه؟ هويتها ايه؟ يراقب الوزارات والمؤسسات يعني اقصد انه الرئيس مش هينزل اسف يعني مش دوره وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل. الناس دي لازم تشتغل. طيب حد النهارده اسمحوا لي يعني بيشتغل في ملف ليس من اولويات الرئيس؟ هيرد واحد هنا يقول لي البلد كلها من اولويات الرئيس يا عيسى. يا عم انا موافق، والله انا موافق، بس اذا كان كلامك بيتطبق يعني اولويات الرئيس طبعا بحكم ان هو رئيس جمهوريه، لكن اذا كانت الحكومه لا تعمل فقط على اولويات الرئيس، فاسمح لي انا لم ارى حكومه تعمل من اجل اولوياتي. انا بقالي سنين بزعق على صناعه لم يستجاب الا السنه دي. انت فاهم احنا جينا عند الصناعه امتى؟ لما لقينا نفسنا احنا بنتعب جامد. احنا السنه دي مطلوب مننا حاجه و40 مليار دولار سداد ديون، ولا 34 او 43، سامحوني لو رقم غلط ممكن تراجعوه يا فندم. ده احتياطي مصر، ده الاحتياطي النقدي بتاع مصر. دين في سنه.
طيب هندفعه ازاي؟ حد هنا يقول لي ما ان شاء الله يا استاذ هيثم مشروع واثنين، والسنه الجايه ندفعه ازاي؟ 3 و4 واللي بعدها. طب يا فندم وبعد ما عملنا ده كله وسدينا الدين وتمام، احنا فين؟ التوقف على الاستدانه هدف الرئيس وهدف الحكومه التي لم تستطع تحقيقه، والهدف الاول للمواطن اللي شايل الليله دي كلها. ما هو الدوله هتجيب منين الكام 40 مليار دولار؟ من مواردها وهنا وهنا، وبعدين تعالى يا مواطن في صوره بقى كهرباء الله 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 الله. طب وبعدين؟ طيب ده كان الجزء الاول من جمله الرئيس. الجزء الثاني سياده الرئيس قال ايه؟ هل مستعدين نستغنى عن سياراتنا يوم او يوم لا، او نقطع الكهرباء؟ ليه يا سياده الرئيس؟ انا ليه اقبل الحلين دول؟ يعني اسمح لي، انا يعني عايز حضرتك تشرفني وتقعد على الكرسي اللي جنبي كمواطن ولست كرئيس، بذكائك الصارخ. حضرتك تقبل الجملتين دول؟ حضرتك بتقول لي يستدين، يقطع عنك الكهرباء ومشيلكوا العربيات يوم ويوم. اذا يا سياده الرئيس لن نعيش ولن ننجو بدون استدانه. اذا ده اسلوب حياه. عايز كهرباء 24 ساعه؟ ديون. عايز عربياتك كل يوم تمشي في الشارع مش يوم ويوم؟ ديون. الله. طب امتى يا سياده الرئيس كما سبق يعني اقدر احقق دول من غير ما استدين؟ وايه المطلوب مني كمواطن عشان اعمله وادفع الثمن؟ ان انا عربيتي كل يوم تمشي، وان انا ما تقطعوش عني الكهرباء. الغلط اللي عندي ايه وانا اصححه، والمطلوب مني ايه وانا اعمله. لان انا النهارده عايز كهرباء، عايز ما اوقفلكش العربيات يوم او يوم لا، الدين. نتوقف على الاستدانه. اذا يا سياده الرئيس احنا ما عندناش مقابل للاستدانه. يعني احنا مثلا هنتوقف على الاستدانه، بس هنعمل كده وهنقف كده ونسوي كده ونسد من كده. سياده الرئيس احنا عشنا ما عشنا ده ما حصلش معانا، وكانت مصر بتستلف، والعربيات بتمشي كل يوم، مش حد وثلاث وخميس مثلا وسبت واثنين واربع. ودي كانت فكره من الافكار يمكن اللي انا طرحتها من سنين، وقلت عشان حاجات كتير، لكن ما تبقاش انا مجبر. يعني في فرق بين اجراء تنظيمي الدوله بتعمله علشان تحقق اهداف، او الدوله بتعمله عشان مش قادره. مش كده برضو؟ فلما يبقى النهارده الرئيس بيقدم لي سير السيارات يوميا وعدم انقطاع الكهرباء يقابله ديون، طب سياده الرئيس ايه المطلوب عشان ده يتحقق بدون ديون؟ ما هو الشعب موجود، حضرتك دوس على الزرار قول له يعمل ايه يعمل ويبهرك. مين يا فندم اللي هيقول وهيقول ايه وامتى؟ لانه السماح ان مصر تعيش بالديون عشان تنور وعربياتها تمشي في الشارع، انا يا فندم شكلا وتفصيلا ارفض الفكره. دي بلد مش هتتحرك من هنا 20 سنتي قدام. بلد يا فندم عشان تتنفس بتاخد دين. يعني هي مش قادره. لا اله الا الله. بلد زي مصر مش قادره تحقق لمواطنيها كهرباء مستديمه 24 ساعه، وان العربيات تمشي كل يوم عادي. لازم المواطن يدفع الثمن. طب يا ريس لو انا رافض ده، ما هو المطلوب مني ومن حضرتك عشان الكلام ده يتلغي من الحياه؟ ده كلام مرفوض. ان انا كمواطن اقبل ان انا اعيش كده او اتدين؟ يا ريس ده احنا حاربنا حاجات كتير. ازاي ده يبقى احد الطروحات يا سياده الرئيس؟
هي المشكلة عند المواطن ولا عند الحكومة؟ احنا برضو يعني انت دايما حضرتك بتدلنا يعني الحقيقة في الوش كده، زي برضو زمان حضرتك كنت في مرسى مطروح قلت انا اللي بقطع الكهرباء عشان اوفر كذا دولار وبتاع، هم قعدوا يقولوا لنا غير كده خالص، حضرتك جيت اديتها لنا قلت بقى عشان كده. طب كويس، لكن يا فندم حضرتك ما بتقوليش جانب حضرتك والحكومة ايه اللي ممكن تعملوه عشان ده ما يحصلش، عشان ما بقاش مواطن اذا ما اتدينتش، يا الله، اذا ما اتدينتش مش هنور، اذا ما اتدينتش عربيتي مش هتمشي كل يوم. ده اصبح ان انا لو ما اتدينتش في عقوبة. ازاي يا سيادة الرئيس مصر تقبل ده؟ ان المواطن بتاعها لو عايز ينور يتعاقب بالدين، لو عايز عربيته تمشي كل يوم يتعاقب بالدين. عن اي مستقبل يا سيادة الرئيس احنا بنتكلم؟ ايه المستقبل؟ رؤية حضرتك ان احنا فين بعد 10 سنين بوضع زي ده؟ طيب المطلوب ايه؟ المطلوب مني انا كمواطن اعتقد لا، لكن ممكن يكون المواطن مطلوب تعاونه في حاجة يقررها الرئيس، في مشروع قومي ضخم، في حركة صناعة خطيرة، في كذا. الشعب طبعا لازم يتحرك ويعمل ناتج محلي وينتج ويصنع تمام. نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان ما نبقاش كده؟ دي صورة يا سيادة الرئيس أرجو من حضرتك إنك ما تقبلهاش علينا، وصورة مش فاهمها في عز إنجازات بتريليونات وديون أكتر من 165 مليار دولار على مصر بتسدهم من لحمها الحي، ويبقى ده حالي دلوقتي. أنا مش فاهم. وإذا كان إن أنا أفهم مش مهم، طب لو سمحت إحنا محتاجين حل. احنا محتاجين حل. سيادة الرئيس حضرتك دايما بتقول لنا اطمنوا والبلد بخير. يا ريس كده البلد مش بخير. هو يا ريس البلد بخير انها امنة؟ يعني حضرتك شايف ان امن البلد واستقرارها كافي؟ يا فندم ازاي؟ كافي ازاي والامتى يا سيادة الرئيس؟ واحنا كدولة مصرية ازاي نقبل ان المواطن يبقى عايش تحت ضغط الديون والاستدانة قرار وليست اختيار؟ امر بديهي مسلم به، امر بديهي. ازاي يا فندم الدولة المصرية مش هتشتغل على ده، ان ده يلغى مش بكرة امبارح؟ امال الحكومة بتشتغل على ايه؟ ايه المطلوب عشان ده يحصل؟ 1 2 3 4 5 10 100. مين اللي بيعمله؟ حضرتك يا فندم والحكومة، مش انا خالص. مطلوب مني ايه كمواطن؟ المواطن ينفذ. لكن اسمح لي يا سيادة الرئيس السماح بهذا الوضع اللي سيادتك نطقته كلمة كلمة، ده امر يعني استمراره مستحيل. ويا سيادة الرئيس بعد اذنك بقى يعني افتح البلد شوية بقى لعيالها واهلها وناسها يطلعوا يا فندم والشباب، وخلي البلد دي يا فندم غير كده. البلد دي محتاجة عيالها. ما هو احنا يا فندم كل الناس العظام الكرام الافاضل اللي موجودين في الدولة جابونا هنا في الوضع اللي سيادتك بتشتكي منه. مش انا، ده انا عرفته من شكوى حضرتك انك بتقول نفسي بس مش عارف ازاي. وانا كمان نفسي ومعرفش ازاي. مين اللي يعرف يا سيادة الرئيس؟ نجيبه بس؟ لا يا ريس، نجيبه يا ريس وتمنح صلاحيات وسلطات رئاسية. القنوات الطبيعية واللجان وبكرة و3 شهور و6، والله يا ريس قوتك مع ناس بتوع الحكاية البلد دي تتحرك أسرع مما نتصور جميعا. انت قوي وبتصدم الرأي العام بقراراتك واللي بتعمل حلو الكلام. نجيب الناس بتوع الحكاية يبنوها صح، وسيادتك بقوتك دي بقى تنفذ، مش بقى يعرضوا حوار والناس لا، حضرتك نفذ ونغلط. ما احنا بنغلط. ما يا فندم اذا كنا هنعمل 100 اجراء ونكتشف ان في 5 6 اجراءات كانوا خطأ، نرجع والفاسد نحبسه.
لكن البلد مشيت ودارت. يا سيادة الرئيس من فضل حضرتك امنح صلاحيات وسلطات واسعة لناس تبقى انت عارف ان الناس ده هتحرك البلد، ناس خبراء مجالهم، ناس عندها فكر ورؤية، مش كل همهم ارضاء سيادة الرئيس. ويا ريس انت فاهم انا اقصد ايه؟ يعني بالتأكيد انت كنت ضابط مخابرات، مدير مخابرات، عارف كل جهازك الاداري والحكومي، وعارف طريقة تفكير الناس، وعارف ان كل الناس عايز رضا الرئيس. احنا يا ريس مش هننجح ولا يتكتب في التاريخ ان احنا نجحنا الا ان الناس دي تفهم ان المطلوب اولا هو رضاء المواطن وليس رضاء الرئيس. والله يا ريس ما هننجح الا في الحالة دي. البلد تمشي زي الساعة لكن اهلها يا ريس لا، تعبانين. طيب والوضع تسيير اعمال والدنيا ماشية، مفيش حاجة بتحصل في مصر تخلي الناس تتفاعل وتتحرك طيب هو ما فيش حاجة بتحصل في البلد؟ في كتير يا جماعة الخير، انا ما ببخس حد حقه، بس اسمحوا لي، احنا فين؟ طيب هل اللي احنا فيه ده عاجبنا ولا عاجب الرئيس ولا الحكومة؟ بدليل الحكومة بتدافع عن نفسها. يبقى المطلوب ايه؟ كل الطرق اللي اتبعناها تتوقف ونبدأ طرق جديدة. الاعتراف يا جماعة بان احنا محتاجين تغيير حقيقي في طريقة عمل الدولة المصرية دي وفكرها، ده احنا مش محتاجينه، احنا في عرضه. هي مش هتبقى تغيير اسماء ولا تغيير يا فندم، ده ممكن واحد ما ياخدش منصب وزاري ويحط افكار للبلد دي بس تتنفذ. ما يجوش علماء كبار عظام يحطوا فكرة ويجي واحد زي موظف كده في الدولة يوقفها. لا انت مين؟ وطبعا مش كل الناس اصحاب الفكر والعقول والاقتصاديين ورجال والناس دي تعرف توصل للرئيس. فالرئيس بيتعامل بجهازه ومؤسساته ومن يستعين بهم لما يحب هاتولي فلان كويس. لا، التوسع يا سيادة الرئيس والله العظيم اصبح مش مطلوب، اصبح امر لا مفر منه. يا ريس بعد اذنك ارسم رسم بياني وشوف احنا كنا فين بقينا فين ورايحين فين. ولو حضرتك شايف ان احنا رايحين لخير كبير قوله لنا يا ريس، بس ما تقولناش احنا رايحين لخير كبير. قول لنا يا ريس في ايه احنا رايحين كده عشان كده وبيحصل كده، لكن ده احنا ما بناخدوش من خطابات حضرتك، بناخد رسائل طمأنة. طب الوضع على الارض؟ لا يا فندم، الوضع على الارض يصعب عليك. انا تصريح سيادة الرئيس ده انا بعتبره تصريح كاشف، والمسؤول الاول والاخير عنه هو السيد رئيس الجمهورية اللي نطقه، سواء موافقته على محتواه او انه ما اتخذش الاجراءات اللازمه حتى الان لتغيير اللي اشتكى منه. من وجهه نظري كمواطن قد يكون اتخذ اجراءات، لكن انا بالنسبه لي كمواطن انا مش شايف مصر يعني يا جماعه اذا كانت الدوله المصريه بتشتغل كتير قوي قوي قوي، الكتير قوي 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 ده بالنسبه لمصر بظروفها بوضعها مش كتير ولا قوي. احنا عندنا كم مشاكل ويبدو ليك مخيف وصعب، لكن هو مش كده. كل شيء في مصر ممكن التعامل معاه، والاهم من ده كله اذا الناس حست بامل ان فعلا في حاجة بتحصل في مصر وفي حد او دولة هتسحب الشعب ده في اتجاهات محددة مسبقا وصولا لكذا تنفيذا لخطة، الناس هتتحرك. اصبح امام الناس دلوقتي لا بديل، الحياة او الموت. طب الحياة ازاي؟ هم جاهزين. حضرات السادة الافاضل، سيادة الرئيس بعد اذن حضرتك يعني
يمكن انا ما اقدرش اقول لك كل اللي انا عايز اقوله لانه في امور انت ادرى بيها، بس من فضلك اذا سمحت، البلد دي مش مستحمله ومحتاجه تحركات صادمه ايجابيه لمواطنيها عشان يقدر يكمل معاك. احنا داخلين بعد 6 شهور يمكن كهرباء وزيادات سعريه والدنيا يا ريس بقت الناس حاطه ايديها في جيوب بعض. بقاش في حاجه اسمها النهارده 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا الكلام ده اللي هو الحد الادنى اللي اصحاب المعاشات بيتمنوه. اصحاب المعاشات اللي متصورين ان يجي لهم زيادات واحنا بنمشي بعربياتنا بالدين وبنولع النور بالدين. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي وتقديري واحترامي، تصبحون على وطن تفخرون بالعيش فيه. السلام عليكم.